زاوية يا جماعة، هل نشتغل في سن صغير عندي 16 17 سنة كده، ولا استنى لما اتخرج ويبقى معايا الشهادة بتاعتي اللي انا اشتغل بيها والمهنة اللي انا يعني درستها وكده وابدا اشتغل فيها؟ زي ما قلت لك الفيديو اللي فات، ولو ما شفتوش يعني ممكن ترجع تشوفه. لو انت زي حالاتي ما تسمعش كلام لحد وشايف ان انت دايما صح، الاغلب حوار ان انت تنزل تشتغل ده يعني هيكون مهم ليك جدا، هيعلمك جدا جدا. وانس بقى ان انت بتنزل تشتغل، فانت في اللحظة دي سلمت نفسك للدنيا ان هي تعلمك. الدنيا لما هتعلمك كده هتعلمك زي فاهم الطبخه، اللي هو يعني لازم تاخد فتره عشان تستوي. انت بقى هتستوي وعلى نار هاديه قوي قوي وطويله جدا، يعني فاهم، هتخليك تتعلم ما تنساش الغلطه اللي انت عملتها. ومبدئيا يعني اي حد اكبر مني بدبل العمر بتاعي، انا 21 سنه، فالكلام اللي انا بقوله ده من الحاجات اللي انا شفتها، والله ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، وممكن الراي ده يختلف بعد سنتين ثلاثه، يعني عادي جدا، ولكن يعني كمل معايا للاخر. المهم لما جيت اشتغل كنت اشتغلت في صيدليات، في مجال الصيدليات، واشتغلت وانا عندي 17 سنه. وطبعا الهدف الرئيسي هو ان احنا يعني نكتسب خبره ونتعامل مع الناس واحتك بمجال العمل وسوق العمل والكلام ده كله. لكن طبعا اهم حاجه يعني ان انا كان يبقى معايا شويه فلوس حلوين كده انزل اروش بيهم على نفسي. مبدئيا ابويا وامي كانوا الحمد لله مكفيني تماما من الناحيه الماديه. يعني انت قاعد في البيت واكل شارب نايم، انترنت بيدفع كل شهر، فيعني الحمد لله دي نعمه، لان في ناس تانية ممكن ما تكونش متوفره عندها الحاجات دي بشكل كافي. لكن بقى زي اي مراهق في الدنيا بقى، انت فاهم، عايز تنزل تقعد مع اصحابك على القهوه كده من غير ما تروح لابوك وتاخد منه فلوس ومش عارف ايه، عايز تنزل تشتري لك لبس على كام تيشيرت كوره على الحاجات اللي احنا بنحبها دي، تدلع نفسك، عايز تدلع نفسك. وهنا هنحكي لنا قصه بسيطه قصيره كده، يعني كانت استفتاح كلام كده عن الحاجات اللي ممكن تقابلها في الشغل. في يوم من الايام انا قاعد عادي، بتبقى انت واقف قاعد في الصيدليه مستني اي حد بيخش يقول لك عايز اشتري بنادول، عايز مش عارف دواء شرب مش عارف ايه كده، تقوم تديله وتبيع والدنيا تمام. فجاه وانا قاعد بلعب في الموبايل مش عارف بعمل ايه، لقيت في واحد دخل زبون، فقمت اقابله، اتفضل يا باشا محتاج ايه؟ طبعا الراجل ده يعني كان لبسه كويس، يعني يبان ان هو زيه زيك كده، مش مبهدل ولا اي حاجه، شعره مترتب وابيضاني، اللي هو شعره بدا يبيض وكده، وبان عليه ان هو يعني معدي ال 40 معدي ال 45، مش باين ان هو متبهدل ولا الدنيا جايه عليه ولا اي حاجه، بس هو عادي يعني زيه زيك مفيش اي حاجه. لقيته بيتكلم معايا كده بيقول لي بعد اذنك يا ابني بس كنت عايز اطلب منك طلب كده، فتأمرني يا غالي، قول انا معاك. والله احنا يعني مش لاقيين ناكل، ومش عارف معناش فلوس نجيب العلاج، وانا عايز علاج ضروري ومش عارف ايه، واحنا بنيجي هنا على طول ناخد من الدكتور العلاج كذا كذا، وهو عارف وعارفني ومش عارف ايه وانا اقول له بس كذا كذا وبتاع، اسمه يعني، واحنا بناخد منه علاج على طول. طبعا يعني انا كاد اجزم ان كل ده ما كنتش ما كنتش فاهم اي حاجه. ايوه انت عايز ايه يعني؟ ده كان جواه اللي هو ايوه محتاج ايه من الاخر، يعني مش فاهم ان هو عايز حاجه اللي هو عايز حاجه ببلاش يعني. خلاص ماشي، يعني انت محتاج ايه علاج طيب؟ فقال لي على كام صنف كده، وحسن حظي ان هما كان كام صنف قليلين واسعارهم كويسه، فجبت له الدواء وبعد كده رحت. وكل ده برضو انا مش فاهم ان هو يعني عايزه ببلاش، فقلت له هتدفع ولا ايه؟ لا يا ابني والله احنا يا ابني مش لاقيين ناكل ومش عارفين وكده، وقالها بطريقه يا اسطى يعني تحس ان هو عارف اللي هو كانه بيستهزأ بيا بجد والله، يعني اللي هو ايه يا ابني احنا اصلا مش لاقيه، حابب بس اللي مش عارف كده حاجه كده. وبرده ما فهمتش، يعني مش عارف ليه، انا مش عارف ليه ما فهمتش ساعتها، يعني كنت عيل غبي بقى مش بتفهمش، انا ما فهمتش ساعتها برده. المهم اعتمدت ان الراجل ده بيقول كلام بجد، وان هو بيجي على طول ياخد من هنا، لان انا كنت لسه شغال جديد في المكان، فقلت اكيد ده زبون يعني معروف في المكان وهكذا. وطبعا يعني الشغل في القرى او الشغل حتى في بعض في المدينه، يعني شبين الكوم بعتوها مدينه بس برضو فيها اللي هو ايه، ممكن تلاقي ناس بتاخد خرج وحاجات كده. خرج ده اللي هو يعني ياخد حاجه وبعد كده يبقى يحاسب عليها بعدين، حاجات زي كده يعني. المهم انا مش عارف ليه اعتمدت الكلام واديته العلاج وعملت على الجهاز والدنيا تمام، ورحت قاله مكلم الدكتور واحد كذا 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 واسمه كذا وجه خد علاج كذا كذا كذا. قال لي واحد مين اسمه ايه يا يوسف؟ فقلت له اسمه كذا. قال لي ما فيش حد اسمه كذا بيجي ياخد مننا علاج على طول ومش عارف ايه. طبعا انا هنا فاهم يعني اللي هو ايه، انا بدات كده اقلب الوان مالها بردت كده ليه؟ قام بكل شياكه ودلع قايل لي يوسف حط الفلوس في الدرج. رحت قافل معاه مطلع الفلوس حاططها وانا برنس يعني ملك زماني، وانا قاعد على الكرسي حاطط الفلوس في الدرج، قافل الدرج ولا كأن حاجه حصلت. طبعا يعني لحسن حظي زي ما قلت لك ان الحاجات اللي هو اشتراها كانت قليله، يعني ما كانتش تعدي 50 جنيه ولا حاجه، يعني مثلا 55 60 جنيه بس اتلسعت. وفي اللحظه ديت يا باشا يعني انا اكاد اجزم ان 50% من ثقتي في البشريه في الناس عامه اتهزت، 50% منها كده راحت كده من بعد اللحظه دي. ودي واحده من اهم الدروس اللي انا اتعلمتها. الناس ممكن تنصب عليك عادي جدا، تخش وتكذب وتقول حوارات وتفتري على نفسها وحاجات من دي، تخسر كرامتها مجرد بس ان هي تاخد حاجه ببلاش، تاخد فلوس من معاك وخلاص. وانا الراجل الصراحه يعني مش نصب عليا، الراجل كليني، شاف ده عيل بقى صغير بقى فاهم، مش هياخد في ايدي غلوه حرفيا. انا صدقت، انا مش عارف ليه، يعني انا مش عارف ليه صدقته، انا مش فاهم. بس
من بعد اللحظه دي انا يعني الموضوع ده كان مأثر معايا جدا. هنا ننتقل لافتراض تاني هتقابله برضو في الشغل كتير، هو تخيل. يعني خلينا نقول ان كل اللي هقوله لك ده او كل الافتراضات اللي بقولها لك دي ده افتراضات، دي مش حاجات حقيقيه، حاجه ما حصلتش معايا، ده تخيل. حط الموضوع ده في دماغك، اللي انا بقوله لك ده دي حاجه تخيليه او افتراضيه، مش حصلت في الحقيقه وملهاش دعوه بالواقع. تمام. خلينا نتخيل شخصيه هتبقى معاك في الشغل، وهي شخصيه تمثل راجل يتجاوز عمرك الدبل. يعني لو انا دلوقتي عندي 21 سنه، فهو مثلا ممكن يكون عنده 45 سنه. الراجل ده مواصفاته ببساطه ان هو يعني بيعدي اليوم بيومه حرفيا. انا المهم انجز يومي النهارده واخلص يومي والشغل ينتهي واروح بيتنا وخلصنا. مفيش هدف في الحياه، مفيش طموح، خلاص الحياه بالنسبه له انتهت. كل منجزاته في الحياه هو علاقاته مع الطرف الثاني من البشر. ما احنا عارفين ان البشر يعني راجل وست، فهو دي كل انجازاته في الحياه بيجي يحكيها لك. وبالنسبه للشغل فيعني انتاجيته من الشغل يعني صغيره جدا. بيشتغل كويس جدا قدام المدير، ولكن مع بره المدير هو فاهم بيسكلن الموضوع كده، بيعدي بيمشي حاله. وطبعا في تقسيمات وتوزيعات الشغل بما انه هو الدبل عمرك، فهو دايما اكيد واخد يعني اقل، وبيهتم من الجانب الاداري، بيبقى اداري اكتر. وانت بتبقى متحمل يعني ايه يعني نفس الشغل بتاعه كده مرتين. يعني فاهم هو الشغل اللي بيعمله هو بتعمله مرتين. حتى المره الوحيده اللي انت صرت فيها وقررت ان انت يعني تقول لا التوزيعه دي حرام في الشغل، وان انا واخد كتير وانت واخد قليل ومش عارف ايه، قال لك ان انت عيل قليل الادب وان انت مش محترم اللي اكبر منك وهكذا. لكن للانصاف مديرك في الشغل كان راجل محترم وبيعرف ان هو يتعامل مع كل الاطراف يعني لحد ما، ويراضي ده على ما يراضي ده وكده. فيعني كان حظك حلو. والمعلومه بس يعني كونك هتشتغل في سن صغير هتقابل طرفين من الناس، منهم اللي هيحبك جدا وهيحبك اول درجه ان انت هيعاملك زي اخوه الصغير، عشان ما بينكم كده ما انتش فاهم ليه. هو ممكن يخش كده فاهم ينكش معاك اللي هو ولا انا بص انا جاي معايا بنكش، فانا جاي انكش معاك وخلاص مالكش دعوه بقى يا عم، انت تعرفني يا عم، احنا انت تعرفني منين عشان تيجي كنت هتهزر معايا. وفي النوعيه الثانيه بقى اللي هو انا هرمي عليك كانك انت الصغير والضعيف وفي القوي، فانا هلتجئ للقوي اما اتعامل معاك كويس، انما انت عيل صغير فخلاص. طبعا يعني اشهر نوعيه عصفوره الشغل. طبعا العصفوره هنا بتشمل النوعين، يعني اللي هو الذكر والانثى، فيعني فاهم لو كده او كده قشطه مفيش مشكله. بص يعني هتتعامل معاك كويس بنسبه كبيره والمده طويله، ولكن في لحظه كده هتيجي عصفوره الشغل تحب تعرفك ان والله هي قادره انها تاذيك. وهنا في اللحظه دي لازم تعرف شويه مواصفات وشويه حاجات تعملهم في التعامل مع الموضوع ده. اولا انت في اللحظه ديت وانت عندك 16 17 سنه بتبقى مندفع عدواني، شايف ان كل الناس غلط وانت الصح. اهم حاجه يعني سهل جدا جدا ان انت تلعب في دماغك. يعني ايه؟ يعني اي حد ممكن يسخنك، ممكن اي حد يقول لك كلمتين ثلاثه تتعصب وتعمل حوار وبتاع، اي حد فاهم يزقك على اي حاجه لانك انت عيل صغير وبتسمع الكلام بتاع الناس. حتى لو انت باين ان انت بتعمل اللي في دماغك، لا هو ممكن يلعب على دماغك عادي، وممكن يوصل لك اللي هو عايز يعمله انه هو اللي عمله بالظبط. طب يا عم يوسف تعاملك المناسب في موقف زي ده لما تحس ان انت دخلت في كلاش مع عصفوره الشغل، افترض ان انت يعني تهدى، تبدا تمتص الموضوع. يعني انت غلطت وعملت غلطه، العصفوره بينتها اللي هو كارثه مع المدير، والمدير بدا يجي عليك وبدا ان هو يقول لك بقى ها ايه الكلام يا عم. خلي بالك انا كل ده بقى بحكي لك افتراضات، دي حاجات ما ايه مالهاش علاقه بالواقع. تمام. المفروض بقى في اللحظه دي ان انت بقى ما تسخنش بقى وتخش تتخانق ولا وانتوا بتغلطوا زي ما انا بغلط ومش عارف ايه. يعني المفروض ما كنتش تعمل كده، تبقى اهدى. المفروض ان انت تقول يا جماعه لا الغلطه دي فعلا غلطتي وانا متحمل المسؤوليه كامله وكل الخسائر، سواء لو انا هيتخصم مني او لو مش هيتخصم مني، رغم ان انت عارف ان المدير مش هيخصم منك ولكن هو بيقرص ودانك يعني. ومن بعد اللحظه دي تبدا بقى تتعامل بقى مع هذه العصفوره. خلاص انت اتكشفت بالنسبه لي، تعاملنا بعد كده لا هيختلف، هيبقى الموضوع مختلف تمام. وان لو العصفوره بدات انها تحاول تاذيك تاني هيبان انه ده استقصاد، مش محاوله ان انا ان احنا نصلح الشغل وان الشغل فيه مشاكل، فاحنا بنحاول نعدل هذه المشكله مع هذا الفتى الصغير الذي يعمل عندنا. فاهم حاجه ان انت تبقى عارف امتى تمسك اعصابك كده وتهدى وتتحمل الموضوع، وان انت مش دي الخطوه اللي انت تهاجم فيها، اللي بعد كده هو ده اللي المفروض تشتغل عليه بجد. وقت بقى تعرف امتى ان انت انا ههدى، وانت امتى تمسك وتبقى تمسك الفرامل حرفيا، وامتى تبقى عدواني واجريسيف وبتزق وتعمل كل الكلام ده. بقول لك ان انت كده دخلت في مرحله النضج، خلاص انت بدات تنضج وبدات تبقى انسان واعي. وتاني لحد اللحظه دي انا ممكن اكون بعمل قرارات غبيه وانا عندي 21 سنه، فانا مش بقول لك ان انا عندي خبره عاليه. زي ما انت برضو انت بتسمعني
يعني وسمعت القصه الاولانيه كنت عمال تقول ازاي الواد ده غبي قوي كده وازاي اتنصب عليه قوي كده. اكيد يعني طول ما احنا بعيد عن القصه وبنبص لها بنظره استعلائيه فيعني حكمنا على الموضوع بيبقى سهل جدا، لكن في قلب الموضوع بيختلف. طبعا اهم حاجه هو التعامل مع الناس في الشغل، اللي هو الناس بقى الزباين اللي بتجيلك. مثلا لو انت بتشتغل شغلانه تعامل فيها مع 5000 واحد في ال8 ساعات اللي انت بتشتغلهم، يعني انت حرفيا لو انت ما عندكش نفس طويل فيعني انت ممكن توصل لمرحله كاره فيها كل نوعيات البشر. ما بتحبش العيال الصغيره لانها بتيجي تقعد تلعب في الحاجه واخر حاجه ابوهم وامهم بيقولوها لهم ان هم يعني بس يا واد بس يا بيت، وبيبوظوا الدنيا برضه. ما بتحبش الناس الكبيره لانها بتيجي تتعالى عليك وتقعد بقى تتعامل معاك كانك عيل برياله، فاهم، وتقعد ايه اللي فاهم تلطش فيك، يا ابني انا راجل كبير يا ابني اعمل اللي انا عايزه والجو ده كله. ما بتحبش التعامل مع البنات لان البنات بتيجي تقعد تجرب كل حاجه وفي الاخر ما بتشتريش حاجه وبتفرهدك. فانت ممكن تلاقي نفسك وصلت لمرحله ان انت عندك 16 17 سنه وانت ما انتش طايق نفسك ومش طايق الناس وعندك مشاكل مع مديرك وعندك مشاكل في البيت لان ابوك وامك مش بيشوفوك غير وانت يا اما بتشتغل يا اما انت بتذاكر خلقك، يعني فاهم لحد هنا كده. يعني انت واصل للمرحله دي وانت لسه 18 سنه. وبمناسبه الناس الكبيره يعني واحد صاحبي كان بيحكي لي دايما ان هو كان في راجل كبير دايما بيتصل بيهم يشتري منهم ايه ده علاج في فيش بين شارع اسمه شارع باريس. ففي صيدليات كتير هناك، يعني خلينا نفترض ان الصيدليه دي اسمها حاجه باريس، يعني مثلا الباشا باريس مثلا. اللي بيحصل ايه بقى، الراجل الكبير ده بيرن على الصيدليه، الو صيدليه الباشا باريس، اه يا فندم اتفضل. يقول له باريس سان جيرمان. ماشي يا حاج ماشي. مرة تانية اتصل في مرة تانية، الو صيدلية باريس معايا؟ ايوه يا باشا اتفضل، كنت عايز اطلب لو سمحت. اتفضل يا باشا، عايز ربع لانشون وتمن جبنة رومي. ما خلاص يا حاج، خلاص عرفنا ان انت يعني دمك خفيف قوي، يعني مرة باريس سان جيرمان ودلوقتي ربع رومي يعني في ايه مثلا. اخر صيدليه اشتغلت فيها دايما راجل يجي لي فيقوم داخل الصيدليه، اول مره اتعاملت معاه يعني راح داخل كده قال لي عندكم علاج؟ قلت له يا حاج عندنا علاج. قال لي امال مش حاطينه بره ليه؟ معلش مهندس الديكور اللي عمل الصيدليه دي كان غبي، يعني كان مهندس ساقط، كان مهندس ما بيفهمش حاجه فما حطش العلاج بره. يا عم اطلب وخلاص. يجي لي في مره ثانيه يقول لي عندكم مجموعه البرد دي؟ المعلومه بس مجموعه البرد دي هي عباره عن مجموعه من الادويه كانوا بياخدوها زمان قوي يعني للبرد، اللي هو عباره عن قرص مضاد حيوي على قرص مش عارف كونجستال على كام حاجه كده مع بعض يعني، ومبقتش تتاخد، ما عادش حد يطلعها خاص في الصيدليات بسبب في كده ان هو المضاد الحيوي ده ما ينفعش تاخد حبايه، يعني المفروض تاخد كورس كامل اللي هو ايه شريط كامل تخلصه، ما ينفعش تاخد حبايه واحده. طبعا فانا بشرح له بقول له لا يا حاج خلاص بقى مجموعه البرد دي انتهت من زمان. قال لي ليه انتهت ليه وما بقتش تطلعوها ليه؟ عشان فيها قرص مضاد حيوي، القرص مضاد حيوي ده ما ينفعش تاخد قرص واحد لازم تاخد كورس كامل. فما ياخد كورس كامل هو كورس انجليزي. طبعا انا في اللحظه دي فاهم يعني كنت عايز اشوف اي مسدس فاهم واقعد تشطخ كده في دماغي خلاص واخلص الحكايه اللي انا عايش فيها دي. يعني ليه يعني انت ليه جاي ترخم عليا ليه؟ انا مش فاهم. مهيئة يا صاحبي يعني تفاصيل الشغل تفاصيل كتير جدا. هل تشتغل وانت في سن صغير ولا لا؟ لازم تشتغل في سن صغير. انا شايف ان دي حاجه مفيده جدا، انها هتوفر عليك حاجات كتير لما تيجي تشتغل بعد كده بقى. يعني انا بكلمك ده كله في الشغلانات اللي هي في صيدليه مش عارف، اللي شغال في مكتبه، اللي شغال في محل، في بتاع كان بيبيع اكل، الحاجات دي. زي ما تخش بقى العمل الحكومي هيبقى الموضوع وفر عليك كل التعاملات دي، تبقى انت استفدتها وتعلمت منها. وطبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما في البدايه كان بيعمل في راعي الاغنام، فلما سمعت يعني تفسيرات ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في راعي الاغنام، طبعا لان موضوع الشغل نفسه ده بيفرق مع الشخص وخبره الشخص في التعامل مع الناس، وراعي الاغنام بالذات لان يعني سمعت احد التفسيرات يعني عشان بس ما اقولش ان انا بقول حاجه من عندي، عشان يعرف ازاي يتعامل مع البشريه، عشان يعرف يقود البشريه. فكونسبت الشغل نفسه لا انت لازم تتعلم ان انت ازاي هتعرف تتعامل مع الناس بعد كده، لان تعاملات حاجات كتير والناس مختلفه، فانت تعرف ان ده بينصب عليك، انت تعرف ان ده لا بيقول لك كلام بجد، انت تعرف ان ده بيحبك ولا ده بيسخنك وخلاص. ده هتستفيده في الشغل، بس لازم تكون عارف الاعراض الجانبيه السايد افكتس بتاعه العمل عشان تبقى انت فاهم. كونك شغال وانت في سن صغير ده معناه ان انت يعني معظم وقتك اللي انت مع اصحابك بقى وخروجاتك وان انت تشوف صحابك وزمايلك والجو ده كله انسان، ما تستمتعش بكل الحاجات دي لانك انت مسحول في الشغل وفي المذاكره كده كده. فلوسك على فكره اللي جايه على قد اللي رايح، وتلاقي نفسك بتاكل كتير من بره وده مش كويس لصحتك. وزي ما قلت لك لو انت مش نفسك طويل ممكن تبقى واصل لمرحله ان انت مخنوق ومش طايق نفسك ومش طايق تتعامل مع البشر كلهم. خليك واعي للنقط دي كويس جدا. بس يا معلم هو ده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا بلايك شير سبسكرايب. لو عجبتك نوعيه الفيديوهات الاخيره اللي احنا يا اما بنحكي فيها تجربه شخصيه او نحكي فيها قصه ممكن تستفيد منها، فاكتب لي في الكومنتات. بس يا معلم اشوفكم فيديو جاي. سلام.